السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إحنا مكملين مع بعض الأعطال، تكملة للفيديو اللي فات. عايزك تركز معايا في الفيديو ده بالذات، لأن الفيديو ده أهم من اللي فات كله. هتفهم وهتعرف فيه معلومات كتير جدا، وبدون مبالغة مش هتلاقيها في أي مكان. فركز معايا عشان تستفيد في شغلك. انتوا عارفين ان الاعطال بتبقى متشعبه، فركز معايا تعرف تحدد العطل في اي مكان، وتعرف تحدد المكان الصح اللي انت هتشتغل فيه، بحيث ان يجيلك اي كارته تعرف ازاي تتتبع العطل فيها. نبتدي كده على بركه الله. احنا كنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن جهد البدء، وعشان نتاكد اذا كان جهد البدء موجود ولا لا كنا فصلنا الديود اهو، المسؤول عن الخرج بتاع الفولت الفي سي سي من المحول، وقسنا هنا على المكثف الصغير لقينا جهد البدء موجود. طيب لو جهد البدء ما لقيناهوش موجود نعمل ايه؟ بنرجع للمسار زي ما احنا كنا راسمينه هنا كده. المسار بتاعه يا شباب كان ماشي من البريدج وخارج بينا على مقاومتين، كل مقاومه 47 كيلو زي ما انا كاتب كده، ومعدي بينا على ديود، عشان طبعا الفولت كان هنا اي سي، لازم ديود عشان يوحد التيار يحوله لدي سي، ومعدي بينا على المكثف الفي سي سي الرئيسي، وقسنا الفولت زي ما انتم شفتوا المره اللي فاتت، لقيناه موجود هنا على المكثف الصغير. طيب النهارده لو ما لقيناش جهد البدء، طبعا احنا بنتمم على المسار ده كله ابتداء من البريدج، يعني المفروض نقيس من البريدج لحد اول مقاومه هنا يصفر معانا، لان هو بيبقى مسار واحد زي ما انتم شفتوا هنا. وطبعا بنقيس الاثنين مقاومه اللي هم موجودين مع بعض على التوالي، كل مقاومه 47 كيلو، المفروض نقيسها بالافوميتر بتاعنا، نتاكد ان المقاومات تمام ما فيهاش اي مشكله، ولا في اي مقاومه فيها حرق او اي مقاومه فيها قطع. وبنتاكد من الديود بتاعنا، لان الديود بتاعنا ده لو شورت طبعا مش هيوصل لنا جهد البدء للمكثف هنا. لقينا الديود سليم، المفروض نلاقي جهد البدء عند المكثف الصغير زي ما احنا قسناه. طيب احنا لقينا جهد البدء تمام، ودايره الفي سي سي هنا تمام وما فيهاش اي مشكله. طيب برضو لسه ما فيش 5 فولت طالعين من عندي من الكارته. اروح فين تاني؟ دي طبعا الدايره اللي احنا شرحنا عليها المره اللي فاتت، هي دي دايره الستاند باي. وقلت لكم ان اول حاجه طبعا بنبص عليها الموسفيت، لقينا الموسفيت تمام. بنشوف مقاومه السورس، لقينا المقاومه تمام، ومرحله الفي سي سي لقيناها تمام، المقاومه والديود، وجهد البدء لقيناه تمام. طب المشكله هنا في ايه؟ المفروض اخر حاجه بنشك فيها هنا اي سي التقطيع، بيبقى هو ده طبعا المسؤول الاول عن عدم تقطيع الفولت وعدم خروج ال5 فولت ستاند باي. بس قبل ما نحكم على الاي سي التقطيع ان هو في المشكله، في مرحله تاني ان احنا بنتاكد منها. بنعمل ايه؟ بصوا هنا كده يا شباب، في مرحله الخارج بتاع ال5 فولت ستاند باي عندنا هنا 2 ديود، والاثنين ديود دول متوصلين مع بعض زي ما انتم شايفين كده، الاثنين ديود على خط واحد. طبعا الاثنين ديود دول الفولت بيعدي عليهم من المحول، لان الفولت طبعا بيطلع من محول اي سي ما بيطلعش دي سي، لازم يبقى بعديه موحد ديود زي كده عشان يتحول لدي سي تاني، ويطلع بعد كده فين؟ على مكثفات التنعيم. طيب انا قست هنا على الديوتين دول، لقيت شورت. ال5 فولت ستاند باي هيطلعوا؟ لا طبعا مش هيطلعوا. طيب انا بقيس على الديود هنا لقيت شورت. طيب بفك اول ديود بقيسه، لا ده ما فيش عليه شورت. طيب بفك الديود الثاني، لقيت عليه شورت. ما هو لو عليه شورت الديود هنا هيعمل كتمه في ال5 فولت ستاند باي، ال5 فولت ستاند باي مش هيطلعوا، وانت تقعد تدور هنا في الدايره نفسها والدايره سليمه ما فيهاش اي مشكله. يبقى قبل ما تحكم على اي سي التقطيع، بعد ما تطمن على كل الدوائر اللي احنا قلنا عليها وكل المكونات ديت ان هي تمام، قبل ما تتصرف في اي سي التقطيع وتحكم عليه ان هو اللي فيه المشكله، قيس مرحله الخرج، اتاكد من الديوتات دي. اي ديوت من دول عليه شورت هيعمل كتمه في الفولت، مش هيطلع لك ال5 فولت بره. يبقى انا بقيس الديوتين دول لقيت عليهم شورت، يبقى المشكله فيهم. ما لقيتش عليهم شورت، كده بروح ايه؟ احكم على الاي سي ان هو فيه المشكله. ده كده بمنتهى البساطه دايره الستاند باي، ازاي تعرف تتتبع العطل فيها. طيب لقينا الديوتات سليمه ومفيش اي مشكله وبرده مفيش خرج، يبقى ساعتها ايه؟ بنجيب اي سي نفس الرقم
ولو ما لقيناش اي سي نفس الرقم بنجيب بديل من الداتا شيت بتاعته. طيب ما لقيناش برضو بديل، وللاسف الاي سيات دي مش متوفره عندنا هنا ولا بتتباع. طب ايه الحل؟ بنعمل دايره تعويضيه زي دواير الاوسيليتور اللي طبعا اكيد معظمنا عارفها. طيب انا عندي دواير اوسيليتور زي دي، طب انا احدد منين اين دايره من دي اللي هتركب وازاي اوصلها؟ دي 3 دواير اهو، انا واحده فيهم اللي هتشتغل، انا دايره فيهم اللي هتشتغل في الجهاز ومش هتعمل لي مشاكل بعد كده. بص يا شباب عن تجربه، السي اي 3 تمانيات اللي هي زي دي كده، دي افضل دايره انا شغال بيها، خصوصا في الدواير اللي بتطلع جهد قليل زي ال 5 فولت زي ال 3 فولت. دي افضل دايره عمليه بتشتغل معاها، ودي عن تجربه شخصيه يعني. طيب احنا النهارده حكمنا على الاي سي وعرفنا ان الاي سي هو اللي فيه المشكله ومش لاقيين الاي سي. طيب نعمل ايه؟ هنركب، خلاص خدنا قرار ان احنا هنركب دايره زي ديت اوسيليتور. بنرفع الموسفيت ونرفع اي 6 تقطيع. طالما هتركب دايره بديله لازم ترفع الموسفيت واي 6 تقطيع من الدايره، لان ما ينفعش يبقى فيه مكون فيه مشكله واسيبه في الدايره واركب دايره تعويضيه والمكون راكب. ما هو هيعمل لك مشكله في الدايره التعويضيه اللي انت بتعملها، هو في مشكله اصلا في الدايره. يبقى دلوقتي انا هركب دايره تعويضيه زي دي، يبقى انا الغي الموسفيت والغي اي 6 تقطيع، افضي الدايره. المكونين دول هم الاساس اللي بيعملوا لي مشاكل في الدايره. يبقى المفروض لما اجي اركب دايره تعويضيه افصلهم خالص من الدايره عشان اعرف اشتغل باريحيه. طيب انا دلوقتي جبت الدايره، طب انا مش عارف بتتوصل ازاي، نوصلها ازاي؟ ايه الاطراف دي؟ كل طرف بيروح فين؟ رسمت لكم هنا رسم توضيحي يعرفكم الدايره بتشتغل ازاي وبتتوصل فين بمنتهى البساطه وبمنتهى اليسر. الموضوع مش كبير، الموضوع مش معقد. دي دلوقتي عندنا فيها 5 اطراف، طرف احمر اهو. الطرف الاحمر ده بتوصل فين؟ ده بتوصل في جهد الفي سي سي. يعني انا هلحم الطرف ده دلوقتي على المكثف ال4750 العمومي اللي بتوزع منه فولت الفي سي سي لمكثف الستاند باي، دايره الستاند باي، ومكثف دايره رفع الجهد ودايره رفع القدره. ده المكثف الرئيسي اللي بيوزع لنا ال 15 فولت على بقيه مكثفات الدوائر اللي في الكارت. يبقى الاحمر بيتوصل على المكثف ال4750 اللي بيبقى بعد الديوط على طول. تمام. وعندنا هنا الطرف اللي بعديه الطرف الاخضر. الطرف الاخضر ده بيتوصل على موجب ال 300 فولت، بيركب على طرف المكثف الكبير، طرف الموجب خارج ال 300 فولت. عندنا بعد كده الطرف الابيض. طبعا عشان الورقه بيضاء انا رسمته لكم هنا بالازرق اهوت، بس كاتب عليه الابيض هنا اهو عشان ما حدش يتلخبط يقول لي لا ده الدايره ما فيهاش طرف ازرق. لا، هو الابيض انا كاتب فيه اهوت عشان تبقوا عارفين. الطرف الابيض ده بيتوصل فين؟ بيتوصل على الفوتو كابلر. هنا المفروض الفوتو كابلر عندنا الخاص بدايره ال 5 فولت الساند باي بيبقى طالع منه طرف اللي هو تحت النوتش باد بتاعه الفوتو كابلر خارج المسار رايح للاي سي. لما اجي اوصل الطرف الابيض ده بوصله هنا في الخارج بتاع الاشاره، بيبقى تحت النوتش باد النقطه اللي هي في الفوتو كابلر تحتيها. الطرف التاني ده بيبقى ارضي. طب انا عشان اتاكد، انا مش عارف، مش واضح معايا الكلام ده، اجيب طرف الافوميتر واحطه على سالب المكثف الكبير واحطه على الطرف ده والطرف ده. الطرف اللي صفر معايا يبقى هو ده الارض، ده مش هوصل فيه، هوصل في الطرف التاني. يبقى الطرف الابيض بيتوصل معانا في الفوتو كابلر. بعد كده عندنا الطرف الاصفر. الطرف الاصفر ده بيتوصل هنا مكان الدرين بتاع الموسفيت. الفولت خارج من المكثف الكبير رايح على اول ملف، خارج من الناحيه الثانيه على الدرين بتاع الموسفيت. طبعا احنا رفعنا الموسفيت واي 6 تقطيع من الدايره، يبقى مكان الرجل بتاعت الدرين في الموسفيت بوصل فيها الطرف الاصفر. بقى عندي ايه؟ الطرف الاسود ده طبعا بيبقى الجي ان دي او الجراوند او الارض بتاع الدايره، بيركب على سارب المكثف الكبير
اهو سالب ال 300 فولت. بركب الدايره هنا، واتاكدت انا طبعا من دايره الخارج، واتاكدت من الديوتات ان ما فيهاش اي مشكله. الكارته بتشتغل معايا مليون في الميه. لحد كده تمام. في اي كده مشكله في دايره الستاند باي؟ انا كان نفسي تبقوا قدامي كده في محاضره او حاجه اسالكم كده، يبقى احس ان في تفاعل. بس يعني معلش بقى، انا برفع الفيديوهات التعليميه دي على النت، فمعلش يعني اعذروني. كان نفسي ان انا ايه اسمع ارائكم يعني في الموضوع. يبقى كده الدايره ايه هتشتغل معانا طبيعي ومفيش اي مشكله. ودي ببساطه دايره الستاند باي، وازاي نحدد اعطالها، وازاي لما يكون فيها مشكله او حددت ان المشكله فيها ازاي اعوض الدايره عشان اعرف اشغل الكارته بتاعتي. وقبل ما اخلص كلامي عن الكارته هنا في دايره الستاند باي، انا جبت لكم نموذج تاني، كارت ال جي. لاحظوا كده في الكارته معايا ده مفيش موسفيت. الدايره هنا عندي اي سي باور، الموسفيت مدموج في اي سي الباور. طيب انا لما يجي لي كارته زي كده، طب اقف اتفرج عليها؟ ما هي طريقه التشغيل واحده. انا رسمت لك برضو مخطط للدايره هنا عشان تعرف شغاله ازاي وتعرف هتعوضها ازاي، وادي المخطط بتاعها. الفرق بينها وبين الكارته دي ان هنا اي سي باور مدمج معاه موسفيت داخلي. الكارته عندنا هنا الموسفيت خارجي، موسفيت تقطيع واي سي تقطيع في الدايره اهو. هنا اي سي واحد، باكج واحد مدموج فيه اي سي التقطيع وموسفيت التقطيع مع بعض. وادي المخطط بتاعه زي ما انا رسمته لكم. عندنا هنا المكثف الكبير 300 فولت، وعندنا الاي سي من 8 اطراف زي ما انتم شايفين. عندنا رجل 1 و8 متصلين ببعض، دول الديرين اللي رايحين على الملف بتاع المحول. وعندنا الرجل الثالثه متوصله بسالب المكثف الكبير، وعندنا الرجل رقم 4 متوصله بموجب ال 15 فولت مكثف ال 470 على 50. وعندنا الرجل رقم 5 الفيدباك اللي متوصله على الفوتوكابلر، نفس طريقه التشغيل بتاعه الدايره الاولانيه، بس الفرق ان الموسفيت واي سي التقطيع مدموجين مع بعض. نفس طريقه تتبع العطل، نفس طريقه تعويض الدايره بالاوسيليتور اللي احنا شرحناه. بس في فرق بسيط بينها وبين التانية، ان احنا هنا ما عندناش مقاومة بدء. مقاومة البدء هنا داخلية في الاي سي، هو عنده تغذية داخلية نتيجة ال 300 فولت اللي بيوصلوا له على رجل الدرين بتاعة الاي سي اللي هو الموسفيت الداخلي. بيبقى فيه مقاومة بدء داخلية بتشغله لحين تشغيل الملف التاني بتاع الفي سي سي. ونفس طريقة تتبع مسار الفي سي سي، الملف التاني متوصل على سالب المكثف الكبير، ماشي على الملف التاني في المحول، خارج بينا على مسارين، مسار ماشي على ديود خرج لنا الفولت ووحد التيار خلاه 15 فولت، الديود بتحط عشان يوحد لنا الفولت، وصل لنا ال 15 فولت تغذيه على مكثف الفي سي سي الخاص باي سي للستاند باي، وخارج منه مسار تاني عليه ديود رايح لنفس الترانزستور اللي بيفتح لنا دايره الفي سي سي بتاعت رفع الجهد ودايره رفع القدره. نفس آلية التشغيل، مفيش اي اختلاف. انا حبيت برضو اجيب لكم النموذج ده عشان ما حدش يقول انت شرحت على الكارته ديت وما شرحتلناش على كارته تاني. هي نفس طريقه التشغيل، ونفس دايره ال 12 وال 24، ونفس دايره رفع القدره. الاختلاف بسيط، بس آلية التشغيل كلها واحده، كلها دواير بسيطه، بس لو ركزت فيها هتعرف ازاي تتتبع اي عطل فيها. تاني دايره عندنا بتبقى دايره رفع القدره. اجيب لكم بس الرسمه بتاعتها.
دي عندنا دايره رفع الجهد. دايره رفع الجهد الفولت بتاعها بيطلع بريدج، وزي ما قلت لكم البريدج بيبقى له طرفين، طرف موجب وطرف سالب. الطرف الموجب بيمشي معانا على ملف اللي هو اهو المحول ده، المحول اللي بقى في منطقه السخن، المحول الوحيد اللي بقى في المنطقه السخنه. المحولين التانيين في خط فاصل في البورده بيبقى نصهم في المنطقه السخنه والنص التاني في المنطقه البارده. المحول بتاع دايره رفع القدره الوحيد اللي بيبقى كله بالكامل في المنطقه السخنه زي ما انتم شايفين، عشان تعرف تحدده على الكارته بتاعتك هتشتغل فين. الفولت طبعا داخل لنا من المحول من هنا، خارج لنا من الناحيه الثانيه، معدي بينا على ديود اهو، والديود رايح على المكثف الكبير اهو. طيب الموسفيت بتاع الدايره، الدرين طبعا زي اي دايره في الدنيا بيبقى متوصل طبعا على طرف الملف، ومعاه طبعا اي 6 تقطيع، ومعاه مكثف الفي سي سي. طيب انا عندي دلوقتي في مشكله في دايره رفع الجهد، ان انا دلوقتي طيب دايره رفع الجهد اعطالها ايه؟ ان انا دلوقتي اروح ادي امر تشغيل من الريموت او اضغط على زرار الباور الجهاز يشتغل معايا ويطفي، او اللمضه الستاند باي تقلب للون الاخضر او الازرق على حسب اللون بتاعها وترجع تفصل ما تكملش تشغيل الجهاز. دي اعطال دايره رفع الجهد، ان لما بيجي يحصل لود على الجهاز وطبعا الجهد ما ترفعش عليه، الجهاز بيعمل اعاده تشغيل، بيجي عايز يقوم فبيقع تاني، مفيش جهد يقومه، الجهد اللي لازم لتشغيله مش موجود. فانا اول حاجه بروح اطمن عليها، بروح اطمن على دايره رفع الجهد، بشوف في بعد مرحله التشغيل باجي اقيس هنا على المكثف الكبير بشوف في 400 فولت ولا لا. طب انا ما لقيتش 400 فولت، ما الجهاز كده مش هيشتغل، مش هيفتح. في بعض الاجهزه، مش كل الاجهزه، في بعض الاجهزه بنسبه 5% بتشتغل من غير دايره رفع الجهد، بس هتشتغل فتره وهترجع، يعني الجهاز هيجي يشتغل شويه معاك وهيرجع يفصل تاني. اول ما الجهاز يسخن هتلاقي الجهاز بيفصل تاني والعميل هيرجعه لك تاني. يعني ما تجيش هنا تقيس على دايره رفع الجهد تلاقيها 300 فولت حتى بعد التشغيل، بس الجهاز شغال. لا، ما هو برضه هيشتغل عند الزبون وهيرجع لك تاني. ممكن يشتغل معاك 10 دقايق ربع ساعه وهتلاقي الجهاز وقع، ويجي يشتغل تاني هتلاقي الجهاز برضه بيطفي. انت كده ما حلتش المشكله. يبقى المفروض انا ما لقيتش هنا ال 400 فولت، يبقى هنا المتهم الاول عندي 2. رقم 1 بشوف فولت الفي سي سي موجود على المكثف ولا لا. طيب ما لقيتش فولت الفي سي سي على المكثف، بتتبع مسار الفي سي سي اللي هو ماشي معانا. هنرجع تاني لمرحله الدخل بتاعه الفي سي سي العموميه، باجي اتاكد من الديود واتاكد من الترانزستور اللي بيطلع لي الفولتيات على دايره رفع القدره ودايره رفع الجهد. طيب انا لقيت هنا ال 15 فولت تمام، يبقى الاي سي التقطيع هو اللي فيه المشكله. طيب دلوقتي اي سي التقطيع برضه هنرجع لنفس الكلام. اي سي التقطيع دلوقتي لقينا فيه المشكله، جيت ادور على نفس الاي سي ما لقيتوش. طيب جيت ادور على بديل ما لقيتش. طب احل المشكله دي ازاي؟ ازاي اقدر اعوض الدايره دي؟ بص يا شباب، انا شفت فيديوهات على النت، في ناس البورده هنا مفيش 400 فولت على المكثف الكبير بعد مرحله التشغيل. شفت ناس عملت ايه بقى؟ جابت بورده تاني كارته كامله زي كده، وصل المكثف الكبير هنا بالمكثف الكبير هنا، يعني جاب بورده سليمه شغاله ما فيهاش اي مشكله، وصل الدايره بالدايره هنا، وصل ال 400 فولت هنا لل 400 فولت هنا. طب ليه؟ يعني ازاي تضحي بكارته زي ديت عشان خاطر مشكله زي ديت؟ وحلها بسيط، زي ما قلت لكم دي الدوائر التعويضيه عندنا. الدايره ديت عرفنا المسارات بتاعتها بتتوصل ازاي زي ما انتوا شفتوا. ليه؟ عندنا هنا فوتوكابلر، وعندنا في سي سي، وعندنا هنا موسفيت، وعندنا هنا اي سي تقطيع ومكثف كبير، وعرفنا الاطراف بتاعت الدايره هتوصل ازاي.
ووصلناها. طيب الدايره دي عندي هنا درين موسفيت، عندي هنا في سي سي، عندي هنا مكثف كبير، ومفيش فوتوكابلر، يبقى اصبح دي ما تنفعش تركب، ولا 901 تنفع تركب. يبقى ايه الحل في مشكله زي ديت؟ هنشغل عليها دايره الاوسيليتور ال 180 واط بس بتعديل صغير عشان تشغل لنا الدايره بكفاءه. طيب ايه هو التعديل ده؟ قبل ما اقول لكم على التعديل، انا دلوقتي عشان خاطر اوصل دايره الاوسيليتور ديت في مرحله رفع القدره دي فيها 3 اطراف. المفروض الطرف الازرق ده بيروح للفوتوكابلر، لان دي طبعا بتركب في دوائر التلفزيون، واوقات في ناس بتركبها في اي كارته بيكون لها خارج 12 24، يعني بتركب في كذا جهاز، يعني في اجهزه معينه اللي بتنجح فيها. مش كل الاجهزه طبعا بتنجح فيها دايره الاوسيليتور، عشان نبقى بس ايه متفقين. الدايره دي دلوقتي عشان اركبها في مرحله رفع القدره هنا، وصلت الاحمر ده على درين الموسفيت. طبعا احنا مش هنرجع نقول الكلام تاني، طالما الدايره فيها مشكله بنرفع الموسفيت، بنرفع ايس التقطيع، بنفضي الدايره. طيب لما اجي اوصل الطرف الاحمر بالدرين بتاع الموسفيت والطرف الاسود في سالب المكثف، وجيت وصلت باور، الفولت اوتوماتيك هيترفع، هيبقى 400 فولت من قبل حتى ما ادي امر التشغيل. ليه؟ لان ال 300 فولت هيوصلوا للدايره مباشر، مش محتاجين هنا التغذيه الفي سي سي، لان الدايره دي فيها تغذيه في سي سي منها فيها. فاول ما بيوصل لها ال 300 فولت الاي سي بيشتغل من التغذيه الداخليه اللي داخلاله، الموسفيت هيقطع، هيتوصل لنا ل 400 فولت هنا. والفكره من دايره رفع القدره اللي هي ما بتشتغلش الا بعد امر التشغيل. ليه؟ عشان طول ما الجهاز في وضع الستاند باي الكارت ما يبقاش عليها تحميل، مش موضوع توفير كهرباء، عشان ما يحصلش لود على البورده، الكارته ما تسخنش، ما يبقاش فيه تحميل زياده عن اللزوم. طب احنا النهارده عايزين نشغل الدايره ديت مع تشغيل الجهاز، يعني انا مش عايز دايره الاوسيليتور تفتح وتشتغل معايا الا بعد نبضه التشغيل، لكن قبل نبضه التشغيل انا عايزها تبقى في وضع اوف، ماليش غير ال 300 فولت بس على المكثف الطبيعي بتاع الدايره. ايه التعديل اللي بنعمله؟ ده عندنا الاوسيليتور اهو. بنعمل ايه؟ بنوصل الطرف الاحمر على درين الموسفيت قبل الديود هنا في النقطه دي. ركز بقى معايا بقى في الكلام ده. الرجل السالب اللي خارجه من الاوسيليتور، الطرف الاسود ما بوصلوش مباشر مع سالب ال 300 فولت. امال بوصله فين؟ بجيب ريلاي. انتوا عارفين الريلاي اللي ناس كتير بتركبه بانفرتر ودايره الليدات والكلام ده كله، عارفينه اكيد، الازرق الصغير. الريلاي ده هجيب لكم ريلاي اوريه لكم اهو. ادي الريلاي، بيبقى في منه 5 فولت، وبيبقى في منه 12، في منه كذا حاجه يعني. احنا بنستعمل اللي هو ال 5 فولت، والريلاي بيبقى ليه 5 اطراف زي كده. الطرف اللي في النص فوق والطرف اللي على اليمين تحت اللي هو ده بيبقوا منفصلين عن بعض، مش متصلين. ما بيتصلوش امتى؟ الا لما بيجي 5 فولت على الطرفين اللي على الطرف اللي هم في الريلي من فوق. اول ما يوصل هنا فولت، الرجل اللي في النص بتعمل كونكت مع الرجل اللي تحت. طيب برضو ما عرفناش هنوصله ازاي. الطرف الاسود اللي خارج من دايره الاوسيليتور هنوصله على طرف الريلي من تحت، وسالب المكثف الكبير هنوصله على الرجل اللي في النص، والطرفين اللي فوق اللي هيعملوا لنا كونكت عشان يوصلوا الرجلين دول ببعض هيتوصلوا باي 5 فولت في كارت الداتا او في كارت الباور.
والافضل يركبوا في كارت الداتا في خارج اليو اس بي، لان فولت اليو اس بي مش بيطلع الا بعد نبضة التشغيل. انا مش هينفع اوصل دول على 5 فولت خارج الكارتة هنا الستاند باي، يبقى احنا ما عملناش حاجة. لازم يتوصلوا على 5 فولت بيخرجوا بعد نبضة التشغيل. ليه؟ عشان يعمل كونكت بين سالب المكثف الكبير والطرف الاسود بتاع الفوتوكابلر. طب انت جبت الكلام ده منين؟ ما جبتوش من دماغي والله. اهو ادي كارتة اهيت اهو راكب فيها ريلي اهي. ومعظم كارتات الشاشات البلازما بتلاقي فيه ريلي في داخل الباور سبلاي. اول ما بتركب كابل الباور بتاع اي شاشه بلازما هتسمع صوره التك بتاعت الريلي. معظم كارتات الباور بتاعت شاشات البلازما راكب فيها الريلي ده. احنا ما بنجيبش الكلام من عندنا، راكب في كارتات باور زي ما انتم شايفين اهو ستاندرد. يبقى انا بركب ريلي على خط الارضي، الطرف الاسود بتاع الاوسيليتور عن طريق الريلي. اول ما بشغل الجهاز النبضة ال5 فولت بتجيله اللي هي بعد مرحلة التشغيل بتعمل توصيل بين الرجل الارضي، بتشغل دايرة الاوسيليتور. يبقى دايرة الاوسيليتور بتاعتي كده ان انا ضمنت ان هي مش هتشتغل الا بعد مرحلة التشغيل. وطبعا الدايرة عندنا هنا ما فيهاش فوتوكابلر، فطبعا احنا بنستغنى عن السلك الازرق، مش هينفع نوصله. وبنظبط البوت او المقاومة المتغيرة هنا على حسب ظبطة الفولت على او مستوى التقطيع على المكثف الكبير. يعني المفروض بعد ما بركبها بقيس على المكثف الكبير ما خليش الفولت يعدي 390 385 فولت. لو لقيته 400 فيما فوق لا اوطيه لحد ما يبقى مستوى التقطيع زي الاوريجينال بتاعه، اللي نسبة التقطيع ان الفولت بيكون على المكثف الكبير من 380 ل 390 400 فولت بالكتير، ما يزيدش عن كده. دي ببساطة دايرة رفع الجهد، وده التعويض العملي بتاعها اللي شغالة بكفاءة زي الاصل بتاعها تمام. مفيش حاجة بقى ان احنا نروح نجيب كارت باور تاني ونوصل ال 400 فولت منها على هنا، نركب كارتة تاني فوق الكارتة بتاعت الكارتة الاصلية للجهاز. ليه اضحي بكارت باور عندي؟ ما انا احتاجها في جهاز تاني، والحل بسيط في ايديا اهو. دي كده ببساطة دايرة رفع الجهد. نيجي لاخر دايرة عندنا اللي هي دايرة الجهد ال 12 وال 24. نفس الطريقة اللي احنا تتبعنا فيها اعطال دايرة الستاند باي، هي برضو نفس الطريقة. هنا عندنا هنا مصفتين، طبعا اي مصفت من دول عليه شورت الدايرة طبعا مش هتشتغل. يبقى المفروض ان انا بقيس كل مصفت من دول، بشوف في اي مصفت فيه مشكلة برفعه من الدايرة. بطمن على الاتنين شوتك دايوت اللي هما دول 2 شوتك دايوت اللي هو شكل الترانزستور اهو 3 طرف. اي واحد فيهم طبعا عليه شورت هيعمل لنا كتمة في ال 12 وال 24 فولت، سيان ده او دوت طبعا مش هيخرج لنا ال 12 وال 24. يبقى كله بالقياس، بطمن على المكونات بتاعتي، بعرف المشكلة فين، بعرف احدد العطل ازاي، على اساس ان انا اروح اشتغل في المكان الصح، اوفر على نفسي وقت ومجهود ووقت اقعد ادور على العطل كتير، ابقى عارف المشكلة فين بحصرها بالقياس. طيب انا دلوقتي المسفتات لقيتها سليمة، الديوتات اللي في مرحلة الخرج لقيتها سليمة ما فيهاش مشكلة، يبقى هنا عندي المتهم الاول اي سي التقطيع الخاص بدايرة ال 12 وال 24 نفس الوضع. طيب انا دلوقتي لقيت المشكلة في الاي سي، ما لقيتش برضو نفس الرقم بتاعه، ما لقيتش ليه بديل. طيب عايزين نعوض الدايرة بدايرة خارجية زي الاوسيليتور اللي احنا عوضنا فيها دايرة الستاند باي. طبعا احنا هنا بنخرج فولتين 12 و 24، وزي ما قلت لكم الاوسيليتور العادية انا بركبها في الدوائر اللي هي بتخرج فولت واحد يكون قليل 3 او 5 فولت. وطبعا دايرة الاوسيليتور اللي هي الكبيرة احنا يعني لها دوائر معينة مش هتشتغل هنا بكفاءة ولا تشتغل بطريقة عملية هنا. فالدائرة الوحيدة اللي تشتغل بطريقة عملية اللي هي ال 901، وانا رسمت لكم لها رسمة برضو عشان تعرفوا هي تتوصل ازاي. الدائرة ديت ممكن تشغلها 24
وممكن تشتغل 12 عن طريق المقاومات اللي هنا. في هنا مفروض 4 مقاومات، في مقاومتين زي ما انتم شايفينهم كده مقفولين، هي مظبوطه كده على 24 فولت. الخارجه لو 24 فولت بس عندك هتسيبها زي ما هي كده، لكن لو في خارجه عندك 12 زي ما عندنا احنا هنا كده، طبعا هنلغي المقاومتين دول او ننقلهم في المكان الفاضي اللي هنا، يا اما نلغي المقاومتين ونقفل مكان المقاومتين دول طالما عندنا خرج 12. وكده كده هنوصلها هتخرج برضو ال 24 الناحيه الثانيه. طيب بتتوصل ازاي الدايره دي؟ طبعا الدايره دي عندنا فيها مشكله اللي هي ال 12 او ال 24. المشكله عندنا في الاي سي. طبعا بنخلع الاي سي، بنخلع المسفتات، كل ما هو يخص الدايره بتاعتنا بنلغيه زي ما اتفقنا عشان ما يحصلناش مشكله في اي مكون تاني. دي طبعا بتبقى عندنا 5 اطراف، بس طريقه تركيبها بتبقى مختلفه عن ال3 تمانيات. عندنا هنا الاصفر بيوصل في جهد ال 12 في الخرج، يعني احنا دي عندنا الكارتة بتخرج 12 وبتخرج 24، ده مكثف ال 12 والمكثفين دول الخاصين بجهد ال 24 فولت. المكثف الصغير ده اللي هو بيخرج لنا 12 فولت، بنوصل عليه الكابل الاصفر في منطقة الخارج. الكابل الاسود بيتوصل على سالب ال 300 فولت. انا ماشي بالترتيب، اهو. احنا قلنا الاصفر الاول بيركب في خارج ال 12 فولت في المنطقة الباردة، الكابل الاسود بيركب على سالب ال 300 فولت سالب المكثف. الكابل الاحمر بتوصل على درين المسفت. انا عندي هنا مسفتين، المسفت التاني هو اللي متوصل الدرين بتاعه على المحول، يبقى انا بوصل على درين المسفت التاني. بشوف المسفت، بقيس على وضع الصفارة المسفتين، المسفت المتوصل بطريقة مباشرة على الملف على الملف داخل المحول، ده اللي بوصل عليه السلك الاحمر. الابيض طبعا انا عامله هنا باللون الازرق عشان الورقه بيضاء زي ما انتم عارفين يعني. الابيض ده بتوصل فين؟ بتوصل على سالب المنطقه البارده. يعني انا وصلت الاصفر على موجب ال 12 فولت بتاع المنطقه البارده، هنا بوصل الابيض على سالب، اي سالب في المنطقه البارده برضو. يبقى انا عندي الاصفر والابيض موجب وسالب ال 12 فولت في المنطقه البارده. اخر واحد عندي اللي هو الكابل الاخضر. الكابل الاخضر بتوصل بالفي سي سي اللي هو مكثف ال 470 50 اللي هو الخاص بال 15 فولت في الاي سي. وممكن اركب الكابل الاخضر على الفي سي سي هنا. خد بالك من الكلام ده مهم. هتلاقي الدايره ما اشتغلتش. طيب لو ما اشتغلتش نتصرف ازاي ونعمل ايه؟ هتعمل تعديل صغير، هتجيب مقاومه 150 180 200 كيلو، هتوصلها بين موجب ال 300 فولت لحد موجب المكثف الصغير. هنعمل لها مقاومه بدء عشان تشغل لنا الدايره هنا. في حاله لو وصلت الدايره ووصلت الفي سي سي على الطرف الاخضر وما اشتغلتش، خارج ال 12 وال 24 ما خرجوش من الدايره، بعمل ايه؟ بعمل مقاومه بدء. بجيب مقاومه من 150 ل 200 كيلو وبركبها من موجب المكثف الكبير لموجب المكثف الصغير، الدايره هتشتغل معاك. دي كانت ببساطه دايره الجهد ال 12 وال 24، وعرفنا ازاي نعوض كل دايره باكتر دايره عمليه تمشي معاها بكفاءه وما تعملناش مشاكل. باقي عندنا جزئيه صغيره، جزئيه مرحله وصول نبضه الباور اون. ان انا دلوقتي المفروض بوصل باور، ال5 فولت عندي طالعين، بوصل كارت الداتا، بدي نبضه من الريموت او بتك على زرار التشغيل، الجهاز ما بيشتغلش رغم ان فيه 5 فولت خارجين.
هي دي الجزئيه الصغيره اللي احنا هنتكلم فيها، جزئيه في مرحله الخرج علشان نتاكد اذا كانت نبضه الباور اون او البي اس اون وصلت لينا للكارتة وعدت لينا لبقيه الدوائر، ادت لها امر تشغيل ولا لا. طب نعرف ازاي؟ ما احنا ممكن نكون الكارتة سليمه ما فيهاش اي مشكله في مرحله الخرج، ووصول النبضه في مشكله في مسار النبضه اللي هي تخش لنا تشغل لنا الدوائر بتاعت الكارتة وتخلي الجهاز يشتغل طبيعي. طيب انا عندي هنا كارت الداتا، ال5 فولت ستاند باي واصلين معايا لحد السوكت اللي رايح على كارت الداتا. اديت امر من الريموت او ضغطت على زرار الباور، الجهاز ما اشتغلش. طيب بقيس على خرج اشاره البي اس اون او الباور اون اللي هي في حدود ال5 فولت او 3 فولت على النقطه بتاعت البي اس اون، ما لقيتش ال5 فولت. بعمل ايه؟ زي ما احنا شفنا في الشروحات اللي فاتت، بعمل بريدج بين رجل ال5 فولت ستاند باي ورجل البي اس اون. المفروض الكارت عندي تشتغل وتفتح زي ما احنا جربنا الفيديوهات اللي فاتت. طيب انا وصلت رجل ال5 فولت ستاند باي برجل البي اس اون والكارت ما اشتغلتش. اعمل ايه؟ بنتتبع مسار النبضه المفروض تخش لنا على الكارت تشغله لنا. النبضه دي بتبقى ماشيه ازاي؟ زي ما احنا شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت، النبضه بتبقى ماشيه معانا معديه على زنر، وزي ما قلت لكم الزنر ده موجود حمايه. طيب الزنر ده يعتبر ديود. طب انا قست على الزنر لقيت عليه شورت، النبضه هتوصل لنا للجهاز؟ لا. طيب قست الزنر لقيت الزنر سليم، بعد الزنر في مقاومه، طب المقاومه دي فيها قطع او اوبن، الاشاره هتوصل؟ لا. ركزوا معايا في الترانزستور ده والموسفيت ده عشان معظم الاعطال بتيجي من القطعتين دول. الاشاره لما بتيجي على رجل البيز بتفتح السكه بين الكوليكتور والاميتر. بصوا الاميتر هنا متوصل بالارضي، يبقى اصبح الطرف ده ارضي، ونفس الطرف ماشي معايا على مقاومه، ماشي معايا رايح للموسفيت اللي هو ده الموسفيت بتاعنا. والموسفيت ده سالب القناه، بيروح له اشاره سالبه عشان يشتغل. يبقى بالتالي النبضه السالبه لما بتجيله اللي هي في الاميتر، النبضه جت وصلت الاميتر بالكوليكتور، بقى في هنا نبضه سالبه راحت للموسفيت، فتحت السكه بين الجيت والدرين بتاع الموسفيت. تعرفين الموسفيت بيبقى ليه 3 اطراف، درين وجيت وسورس. ده موسفيت اشاره مش موسفيت تقطيع زي اللي احنا شرحناه، ده بيبقى موسفيت اشاره، بيجيله اشاره سالبه عشان يشتغل. السورس بتاع الموسفيت لو مشيتوا معايا متوصل بال5 فولت ستاند باي، يعني ال5 فولت على السورس هنا. لما بيجيله الاشاره السالبه بيفتح السكه بين السورس والدرين، ال5 فولت هيعدوا معايا من الدرين، هيمشوا معايا لحد رجل الفوتوكابلر، الرجل الموجب. وانتوا عارفين الفوتوكابلر داخلي بيبقى فيه ديود مشع، اصبح بقى في هنا 5 فولت وهنا سالب. الديود اشتغل، بعت اشاره للترانزستور اللي في الناحيه الثانيه. الترانزستور بعت لنا اشاره للترانزستور الفي سي سي، بعت لنا الفولت لدايره رفع القدره ورفع الجهد، الدايره اشتغلت. يبقى انا لما اتبع المسار كده، الموسفيت ده لو في مشكله الاشاره هتوصل للفوتوكابلر؟ لا. الترانزستور ده لو في مشكله هيبعت لي الاشاره للفوتوكابلر؟ لا. الفوتوكابلر في مشكله هيبعت لنا الاشاره للترانزستور؟ لا. الترانزستور في مشكله هيفتح لنا فولت الفي سي سي لدايره رفع القدره ودايره رفع الجهد؟ لا. يبقى هو ده المسار بتاعنا اللي احنا بنتبعه في حاله لما نعمل جامبر بين ال5 فولت ستاند باي
ونبضه الباور اون، نعمل بينهم جامبر. المفروض الكارته تشتغل معايا طبيعي، واقيس هنا ال 12 فولت وال 24 فولت الاقيهم خارجين. ما لقيتش الكلام ده وانا عامل الجامبر، يبقى تتبع المسار بتاعي في حاله لما نكون ان احنا قسنا جميع الدوائر على الكارته وما فيهاش اي مشكله. ودي من المشاكل المعقده اللي بتقابل ناس كتير وبتغير كارت باور كامل بسببها. دي كانت ببساطه اعطار باور المركب. يا رب نكون استفدنا من الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.